يا مساء الخير والهنا والسعادة عليكم كلكم يا أصدقائي. النهاردة محتاجين دعم منكم جامد جدا في ثانيتها اهو. انزل اعمل لايك للفيديو لو عجبك، واعمل شير لأصدقائك. النهاردة فكرتنا عبارة عن الجنان. انت عقلك سليم لكن انت عايش في عالم مجنون. طب ازاي نقدر نكمل في العالم المجنون ده؟ بالصبر والإيمان والحكمة الإلهية، ملهاش حل. لازم تطلب من ربنا، تطلب من الله كده، تقف وتطلب من الله وتدعي من قلبك ان يديك حكمة تتصرف. 4 حاجات بتحصل في العالم ده، غيرهم آلاف الحاجات، لكن احنا هنخصص 4 حاجات للحلقة دي تثبت ان احنا فعلا في عالم مجنون. اول حاجة، الحرب بين روسيا واوكرانيا. روسيا طحنت اوكرانيا جامد جدا، واوكرانيا عايزة ترد ومحتاجة اسلحة، وكانت بتطلب من اوروبا ان هم يساعدوها لمدة سنة كاملة. هم مدينها الطرشة وما كانش اي حد بيساعدها. وبعد سنة كاملة ألمانيا قررت النهاردة انها تساعد اوكرانيا ب2,7 مليار يورو. الرقم يبان مهول، يبان غريب، يبان رقم كبير جدا للحرب بعد سنة. طب ما كان في الأول كان ممكن يبقى يساعد أكتر، يعني الدنيا تمشي، يعني يحسوا إن في قوة متكافئة والحرب تقف. ليه بعد سنة؟ ومبلغ يقولك المبلغ ده معتقدين تماما ومتأكدين إنه مش هيكفي حاجة أبدا. الأسلحة بصراحة الوضع جنوني. It's a crazy world، فعلا حاجة جنونية. 2 مليار يورو و7 من 10 طبعا للأسلحة، يعني it's a crazy world. تاني حاجة بالنسبة للحروب طبعا اللي احنا عايشينها اليومين دول، حرب السودان. ناس صحيوا الصبح عندهم طموح وأمل وتطلعات في الحكم، وعايزين ياخدوا الحكم وعايزين يبقى هما المتحكمين في الناس. فعملوا ايه في الناس؟ ضربوا المستشفيات، بيفجروا المطار، بيضربوا على الطيارات. دول كبرى في العالم مش عارفة كانت تبعت طياراتها تاخد الرعاية بتوعها لأن المطار بيتضرب. ده محتاج ايه؟ الناس دي محتاجة أصلا ايه؟ مش حكم أكيد، يعني صعب ان احنا نديهم الحكم تحت أي ظرف. تحت أي ظرف الناس دي أصلا بتفكر ازاي؟ هي المستشفى فيها مين يعني؟ وحتى اللي بيسافر ممكن يكون أصلا مش من البلد، يعني رعاية ناس تانية، ما تسيبهم يسافروا وتخانق انت براحتك. لا، ده دليل تاني ان ده it's crazy world فعلا. حاجة التالتة مهمة جدا وكانت منتشرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وكل السوشيال ميديا، حاجة اسمها السم المتقطع. وكل دكتور لسه متخرج أول امبارح عمل فيها العلامة الفلوطة وجايب أبحاث من بره وإن دي حاجة رهيبة، وكل الستات في البيوت ابتدت تصوم الصيام المتقطع، وكل الشباب وكل الناس ابتدوا يقتنعوا إن ده الأمل الوحيد عشان الناس تخس. مع إن في أوروبا أساسا بره وفي أمريكا بالذات بيقولوا إن الصوم المتقطع ده مع المجهود الطبيعي للإنسان لا قدر الله بيعمل موت مفاجئ، لأن العضلات بتبقى محتاجة حاجات وبتتكلم مع المجهود ده. عطشان مثلا، محتاج سكريات، محتاج بروتينات يكون العضلة. فانت لما بتقعد تمنع عنها الاكل ده وبتقوم بنفس المجهود اللي انت بتعمله، فالعضلة بتضعف، بتتعب، بتتكلم. فممكن يبقى عضلة القلب هي عضلة ممكن بتقف او بيحصل لها تطورات صعبة جدا في ساعات قليلة، لان انت مش فاهم، والدكتور نفسه اللي بيقولك ده مش فاهم. يعني حتى في دكتورة مشهورة جدا بتطلع في التلفزيون بتكلمنا من طراطيف مناخيرها ان انتوا مش فاهمين وان الحاجات دي سهلة جدا، وهي اصلا تقريبا متخرجة من كام سنة، يعني حاجة 20، سنها حاجة 20، حاجة و30، حاجة سو سمول. انا اعرف الدكتور ده عشان يتكلم كده في التلفزيون او يقول قدام الوسائل الكتيرة دي، المفروض يبقى على الاقل هو فاهم بيقول ايه، مش مجرد قرا بحث. وخلي بالكم الابحاث الطبية بتناقض بعض وبتطور بعض، يعني فما ينفعش اقرا بحث مختلف عن الباقي واجيبه ويبقى هو ده، لا طبعا. انا لسه سامعه يوم الجمعه اللي فاتت ان فعلا بيجيب موت مفاجئ. والصوم المتقطع ده مش اي جسم ومش اي حد ومش اي برضو روتين يومي يستعمله. يعني ايه انت صايم وبعد كده عايز تشرب؟ ما تشرب، ما جسمك بيقولك انا عطشان. ما تاكلش لحمه، ما تاكلش كذا، لا، البروتينات بتكون العضلات. جنون. it's a crazy world فعلا. اخر حاجه النهارده من ال4 حاجات اللي بتقول ان احنا فعلا في عالم مجنون جدا جدا، موضوع التبرعات. وكل الناس بتطلع علينا من اغنى اغنياء البلاد وبيقولوا لنا تبرعوا للناس مرضى، او تبرعوا 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 عشان نعمل. طب احنا اعتقد ان احنا كمواطنين عاديين احنا فعلا بندفع الضرايب وبنتبرع وعارفين حاسين بالناس دول
وفعلا كل واحد بيعمل حاجة في هدوء جدا. بيطلع علينا مليونير من دول ويقول لك اتبرعوا، فانت بتبقى قاعد تضحك. ده انت والشركة اللي اديتك الفلوس، او سواء انت خدت او ما خدتش او اتبرعت بأجرك، انت والشركة يعني تعملوا 50,000 مستشفى على مستوى مصر. يعني كل الشركات الفرحانة بقى الفظيعة دي، النجاح ده ممكن يترجم ل50 مستشفى باسم الشركات دي، مش مستشفى واحدة. لكن هما بيطلعوا في التلفزيون وبيطلبوا مننا احنا كمواطنين نتبرع. حاجة مضحكة فعلا، very crazy madness على أصله. وزي ما قلت في بداية الفيديو، ساعة ما قلت لك اعمل اللايك أو الشير طبعا، وتنورني سبسكرايب طبعا أكيد. يعني السبسكريبشن بتاعك مهم جدا جدا. عارفة ان في ناس كتير يمكن من أول مرة تحضر، وناس متابعيني طبعا بشكرهم جدا. لكن الناس الجداد اللي اول مره يجوا يعملوا سبسكرايب للقناه عشان يتابعوا معانا ويتكلموا معانا ويقولوا رايهم. برضو لو عندك اي حاجه بتحسها فعلا هي madness of the world، جنون في العالم، ياريت تشاركها معانا في الفيديو ده. واشوفكم على خير، وميرسي جدا على وقتكم. انبسطت جدا شويتين دول معاكم. سلام.